ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ تعالوا النهارده نعرف ايه هي اللعبه اللي بتتلعب علينا من الشركات الكبيره الخاصه بالمنتجات الغذائيه، وان هم ازاي بيعاملوا الناس في جميع انحاء العالم ان هم مجرد مستهلكين لحاجات ملهاش اي قيمه ولا لازمه. انا احمد محمود ودي قناتي وصفه سهله مع احمد. اول حاجه يا جماعه، ناس كتير قوي بتجري ورا وهم ان هي لازم لو كلت الاكل ده هتخس وهتبقى في صحه كويسه وهتبقى في نضاره وهتبقى في حاجات كتير قوي مش عارف اعدها. كهيلسي، كصحه صحه جيده، كباورنج، كفايده غذائيه عاليه او قيمه غذائيه عاليه. تعالوا النهارده بقى اعلمكم ايه اللي بيحصل. زي مثلا الافوكادو اكتر بلد مشهوره بيه واكتر بلد بتنتج 70% من انتاج العالمي كله هي المكسيك بتصدر بالظبط 70% من السوق العالمي كله. طبعا في ناس كتير قوي فاكره ان الافوكادو هو فاكهه خارقه، ان هي سوبر ناتشورال بتخليك مثلا تبني عضلات، بيخليك مثلا صحتك الجنسيه صحه كويسه، بتخليك مثلا في طاقه مفيد، ك حاجات كتير قوي بالنسبه للتخسيس، حاجات كتير قوي انا مش عارف اعدها. بس الحقيقه بقى هقولها لك اللي جايه دي. متوسط استهلاك الفرد في المكسيك حوالي 8 باوند كل سنه، بحيث في ظل ان جارتها او البلد الاغنى زي كندا متوسط الفرد او استهلاك الفرد من الافوكادو هو 1.5 باوند في السنه. فتخيلوا ان الفرق الشاسع ده والفرق ده رايح ناحيه كندا. صحه البني ادم في كندا افضل كتير قوي من صحه البني ادم المكسيكي. نسبة السمنة في كندا أقل بكتير بالنسبة للناس المكسيكيين. نسبة الوفيات في كندا أقل بكتير من المكسيك، رغم إن هم بياكلوا أفوكادو بكمية رهيبة. ده حاجة. الشوفان يا جماعة من الأساس هو وجبة للخيول مش للبشر. إحنا مجرد إن إحنا خدناها وعدلناها وراثيا عشان تبقى مفيدة للبشر. طبعا هي لا مفيدة ولا حاجة، هي مجرد ان هي زيها زي اي حبوب تانية تقدر تاكلها، زيك زي الفول، زي العدس، زي اي حاجة تانية. بس الناس عشان الشركات الكبيرة اكتشفت ان ناس كتيرة قوي عاملاها ترند وناس كتيرة بتجري وراها، فبدأت شركات عالمية تعتبرها مصدر كسب ليها، وبدأت ان هي تعمل لها حملات ترويجية وبروباجندا، وهي اساسا ما فيهاش كمية الفايدة دي كلها. ناس كتير قوي ما تعرفش ان الشركات الكبيره دي بتعمل بروباجندا عشان تسوق لمنتجاتها، سواء هي كويسه للبشر او وحشه للبشر. وعندنا امثله كتيره قوي لناس كتيره قوي لمنتجات كتيره قوي في العالم ما كانش ليها اي فايده، والشركات العالميه كانت بتسوقها عشان مجرد ان هي تاكل عيش على قفانا. فبعد اذنكم يا جماعه نرجع للطبيعه الام فعلا، ناكل الاكل اللي كانوا بياكلوه اجدادنا، نفكر في الناس اللي كانت بتاكل ايه وصحتها كانت عامله ازاي. ناس كتير قوي في مصر، هنا انا بتكلم عن بلدي مصر، ما كانتش تعرف الافوكاتو وكانت صحتها كويسه جدا. الناس اللي كانت بتروح الارض تشتغل من الصبح بالليل بسم الله ما شاء الله عليهم، ايده كانت تعدي في الحيطه. والست ما كانتش لا بتروح ايروبكس ولا بتروح زومبا ولا بتعمل اي حاجه، وبسم الله ما شاء الله عليها ملكه جمال، تمسك البلاص على دماغها كده وتمشي فائقه الجمال بقوام ممشوق ولا احسن مانيكان في الدنيا. شوفوا الناس دي كانت عايشه ازاي يا جماعه، ونرجع للطبيعه تاني، نرجع لاصلنا. من غير اصلنا عمرنا ما هنتطور. الناس دي بتاكل على قفانا عيش. فيا ريت يا جماعه ننتبه للموضوع ده كويس، وما نجريش ورا الكلام ده وما نجريش ورا الاوهام دي كلها. اشوفكم على خير المره الجايه، ودمتم دايما بصحه كويسه. مع السلامه.